10 يوليو 1971. واش عمرك سمعتي شنو وقع في الصخيرات في تاريخ هذا النهار اللي تقلبات الموازين في المغرب؟ كان قريب يتبدل التاريخ ديالو للابد. شكون كان ورا هذا الانقلاب وشنو وقع للضباط ذاك النهار؟ اليوم غادي نكشفوا التفاصيل اللي بزاف ما كيعرفوهاش. مدرسة أهرمومو هي مدرسة عسكرية بلاصة معزولة ما بين الجبال. كنا كنتعتبروا كطلاب عسكريين، كنا تلاميذ صغار ما بين 12 و 22 سنة، جايين من عائلات صغيرة. كان الحلم ديالنا بصير أننا نوليو ضباط ونساعدوا العائلات ديالنا. كما كتعرفوا الدراري العسكر ضروري تكون منضبط، يعني على اتفه الامور غضرب الجيور. 8 ايام 15 يوم هذه ما يحيدها لك شط. كان الفياق بكري، كنا كنجريو في الشتا، في الشمس، في الثلج، ديما الجرة. التمارين كانوا صعاب، كنا كندربوا على السلاح. كما ذكرت في الاول، غلط بسيط غادي تعد. والشيء المميز اللي كان في مدرسه أهرمومو اللي هو الشخصيه الكولونيل محمد عبابو. كان صارم بطريقه غير عاديه، الصوت ديالو عالي، النظرات ديالو الدراري كتخترقك. حتى الضباط الكبار كانوا كيحسبوا ليه الف حساب. كان بارد الاعصاب مطمئنا كعادته، مرتاح البال. واحد رايح يعمل انقلاب وهو طبعا اقول هذا للتاريخ. مرة كان استعراض في الرباط في العاصمة قدام درك الملك، كان كيغوت علينا بلا ما يهتم بوجود أي قيادة، يعني ما عندوش مشكل يكون حاضر جنرال ولا كولونيل ولا أي واحد من القيادات العليا. ذاك النهار عرفنا أن عبابو ما كيخاف من حتى شي واحد، ولكن ما كناش عارفة أن ذاك الصرامة اللي على وجهه كتخبي شي حاجة أكبر. شهور قبل شهر يوليو 1971 عبابو وشي ضباط مقربين منه كانوا كيديروا شي اجتماعات مغلقه وكثيره. التدريبات ولات صعيبه، ولينا كندربوا بالذخيره الحيه، وحنا كطلاب ما عندناش الخبره اننا نتدربوا بهذه الذخيره هذه. الاوامر من القياده العليا كتجي وما كناش كنفهموا وما كناش كنقدروا اصلا نسولوا. نهار 13 ماي 1971 كان الاستعراض العسكري قدام الملك الحسن الثاني. كنا مسطرين بعد ما سالنا العرض ديالنا، والحسن الثاني تقدم انه باش يسلم علينا. دار فينا واحد النظره طويله، ولكن واحد النظره كانت غريبه، كانت مخبيه شي حاجه وراها، ما فهمناش علاش. ولكن من بعد هادشي كله غادي نعرفوا ان ذاك النهار كان المفروض يكون فيه انقلاب وتاجل. ليلة 9 يوليو 1971 اللي هو يوم قبل الانقلاب، وقعت واحد الحاجة غير عادية. وصلت 25 حافلة من عين حرودة جديدة قدام مدرسة أهرمومو. اعتقد ما بين 20 و 24 شاحنه، 20 و 24 شاحنة بغض النظر عن وهاد المرة توزعت علينا ذخيرة حية، ولكن ماشي ديال التدريب، كان رصاص حي، يعني كان قرطاس. قمنا بالتجهيزات، جمعنا حوايجنا، لبسنا اللباس العسكري ديالنا، وقالوا لنا غير كلمة واحدة، غادي تكون واحد المناورة خاصة. بعض الضباط والتلاميذ والطلبة اللي كنا مجموعين وكيسولوا علاش الذخيرة الحية. الجواب كان واضح، ما تسولوش بزاف، وراكم عارفين العسكر ممنوع السؤال نهائيا. وفي ذاك الليله كنظن ان حتى شي واحد ما داه الناس. فجر 10 يوليو 1971 تجمعوا ضباط الصف والكوموندوات والطلاب، تجمعوا كلهم في ساحه ديال مدرسه أهرمومو. الكولونيل عبابو كان واقف قدامنا وبواحد الصوت حاد وقال لنا اليوم عندنا الشرف اننا غادي نديروا مهمه وطنيه، وما فسرناش بزاف وما عطاناش معلومات كثيره، وعطانا توجيهات اننا نركبوا في الحافلات ونتوجهوا لهذه المهمه الخاصه اللي غادي ندير. ركبنا في الحافلات، القافله طويله كما قلت لكم، 25 حافله وحده مورا وحده غاديين. طريق الصخيرات ما كان حتى شي واحد عارف الوجهه الحقيقيه ديال هذه القافله. بعض منا كان كيضحك باش يخفي التوتر، وبعضنا كان ساكت، وانا شخصيا كان عندي احساس غريب بحال شي حاجه كبيره غادي توقع. وحنا متوجهين للصخيرات، دزنا على مدينه فاس ومن بعد القنيطره، وقفنا في بوقنادل 15 كيلومتر قبل ما نوصلوا للصخيرات. في ذاك اللحظه لقينا عبابو واقف قدام منه واحد الشخص واللي تعرفنا عليه من بعد انه محمد عبابو، اخ محمد عبابو كولونيل. وكانوا معهم شي ناس كانوا لابسين لباس مدني، كنظن انه كانوا من القياده السياسيه ولا بعض الوزراء. وجدناه ينتظرنا بمعية اشخاص لابسين لباس مدني. بوقنادل تبعد كم عن أهرمومو؟ عبابو طلب مننا اننا نعطيوه الكسوه العسكريه ديالو هو والاخ ديالو والرشاشات ديالهم، ومن بعد قاموا بقياده القافله المتوجهه للصخيرات. من بعد ما وصلنا لمنطقه الصخيرات بان القصر بعيد، ولكن الغريب ما كان حتى شي شرح، حنا متوجهين وصافي. القافله ديال 25 حافله تقسمت على جوج. المجموعه الاولى كانت بقياده الكولونيل عبابو اللي هو قائد مدرسه أهرمومو، المجموعه الثانيه كانت بقياده محمد عبابو. المجموعه ديال الكولونيل محمد
محمد عبابو كانت متوجهة للمدخل الجنوبي ديال القصر الصخيرة. باش قربنا اكثر للقصر سمعنا موسيقى، كان العيد ميلاد ديال الحسن الثاني، كانوا ضيوف كبار، كانوا ضيوف سياسيين مدنيين، وكانوا عائلات كثيرة. ذاك اللحظة حسيت انا بارتباك، مناورة وسط المدنيين، ولكن وانا كنخمم وكندور الهضرة في راسي سمعت واحد الصوت ديال محمد عبابو كيقول لنا استعدوا، وحنا مازال ما عارفين والو. وهنا غادي يبدا الجزء اللي غيبدل حياتنا كاملين. من بعد ما قالنا الكولونيل محمد عبابو استعدوا، نزلنا من الحافلات، وذاك النهار كانت الحرارة، وفجأة جاء الامر تقدموا. مشينا مجموعات، بعض الضباط كانوا كيجريو، كان باين عليهم التوتر. ومن بعد سمعنا اول قرطاسه كتخرج، ما عرفناش شكون اللي ضرب بالضبط، ولكن ملي طلقت هذه القرطاسه الاولى كلشي خرج على السيطره. وبعض الطلاب ولاو كيضربوا عشوائيا، شي وحدين كيضربوا في السماء وشي وحدين تجمدوا في بلاصتهم ما قدروش يتحركوا. فمحمد عبابو لما دخل يعني فسحوا له الطريق. جاء للقائه أحد الضباط الدرك فقال له إلى أين أنت ذاهب يا كولونيل؟ هذا قصر. فطلب منه عبابو أن يخلي سبيله. الملازم الدركي أخرج مسدسه وضرب عبابو، أطلق النار على عبابو. أول رصاصة أطلقت على عبابو. الناس ولات كتجري في جميع الاتجاهات، الغوات كلشي كيغوت، والدميات ولات كتنتشر واقتران الجولف داخل القصر. ديك اللحظة ما بقاش تدريب وما بقاتش مناورة وما بقاتش عملية خاصة، ولات حرب حقيقية. قلنا الملعب الجولف اللي كاين داخل القصر كانوا ضيوف كبار، جنرالات ومسؤولين. شفت جنرال طاح بعيني بضربة ديال الرصاص، واحد آخر طاب وهرب، والناس اللي داخل في القصر ما فاهمينش، جالسين كيغوتوا اشنو واقع، كيسولوا شنو هاد الشيء. لما بدأ الرصاص يطلق ظن طلبة الفرقة الأولى بأنهم يرشقون بالرصاص. واحد صاحبي اللي كان معي في مدرسة أهرمومو كان قدامي، واحد القرطاجات ضربته لكتفو، راح قدامي بقى كيعيط لي بسميتي. بغيت نوقف اني نعاون وندير شي حاجة، ولكن كنسمعوا غير تقدموا وراكم عارفين العسكر ما خصكش تخالف الأوامر. ديك اللحظة شفت الكولونيل عبابو غادي كيجري وكيغوت قدموا، وفي واحد اللحظة عرفت ان هادشي كله مخطط وماشي عملية وماشي مناورة خاصة. ديك اللحظة الشكوك كتكبر وكتدور بيا، وكنقول ان هذه يمكن تكون عملية انقلابية. من بعد هاد الروينة كاملة، شي كيجري شي كيغوت شي كيطلق القرطاس، واحد الضابط عيط علينا وقال لنا الملك راه في خطر خاصنا نحميوه. وهاد الجملة هي اللي خلات بزاف منا يكملوا بلا تردد. وحنا كان في مدرسة عسكرية اول حاجة كنترباو عليها اللي هي طاعة. بقينا غاديين كنتوغلوا تدخلنا القصر لداخل وكنسولوا فين هو الملك، ما كاش. ضربات ديال الرصاص من اليسار من الفوق من التحت، كلشي كيغوت، شي هارب شي داخل، ما فهمنا حتى شي حاجة. من بعد هاد الروينة كل هذه واحد طالب قدامي كيسول كيقول واش حنا جينا نحميو الملك ولا؟ يعني حتى اغلبية ديال الطلاب دخلهم الشك. من بعد هاد الروينه اللي وقعت كامله ساعه وحنا مرونين ما عارفين شنو كنديروا، غير جايين داخل القصر. علاش؟ الله اعلم. قسمنا المجموعات، وصلت حدا واحد الجناح داخل داك القصر. بداك الجناح شفت واحد الجروب ديال طلاب وكيهضروا غير بشويه، سمعتهم كيقولوا راه الكولونيل عبابو دار انقلاب. داك اللحظه حسيت ان الارض تحركات تحت رجلي. علاش؟ لاني كنفكر في المستقبل شنو غادي يوقع لنا، سواء نجح الانقلاب سواء فشل الانقلاب ضد الملك. قلت في راسي مستحيل، راه قالوا لنا نحميوه. داك اللحظه بديت كنربط الاحداث الداخله الحيه السريه اللي كانت كداز بها الاجتماعات في مدرسه اهرمومو، النظره ديال الحسن الثاني في المناوره اللي درناها في شهر ماي، كل شيء ربطته في لحظه وبان لي باللي انقلاب. ولكن فات الوقت. واحد اللحظه ما يمكنش ننساها. علاش؟ لانني شفت الملك الحسن الثاني كان واقف في وسط واحد المجموعه من الطلاب، ولكن ما كنتش عارف شنو كيقول. كنسمعهم كيهمسوا بعضياتهم. في واحد اللحظه رفعوا يديهم كاملين للسماء وبداو كيقراو سوره الفاتحه. من البعيد الملك ما كانش خايف وكان هادئ بواحد الشكل ما كيتفهمش. قربت لعندهم والسلاح كان في يدي، سلمت عليهم وقلت سيدنا. بعد ما شفت الرده ديال الفعل الملك مع الطلاب، كان كيحاول يجمع حتى الطلبه اللي كانوا قراب. داك اللحظه تاكدت اننا ما جيناش باش نديروا مناوره خاصه ولا عمليه خاصه، جينا باش نديروا انقلاب على الملك الحسن الثاني. وهنا كينتهي الجزء الاول من القصه ديالنا. الا وصلتي حتى لهنا اتمنى تشارك باش تكون انت اول واحد يتفرج الجزء الثاني. السلام عليكم.